تخيلوا معي إنكم تعيشوا 16 سنة في بيت مليان حب وحنان، وفجأة كل شي تعرفونه يختفي قدامكم. هذه قصة لوسيندا، قطة عمرها 16 سنة. حياتها انقلبت رأساً على عقب لما صاحبتها مرضت وما قدرت تهتم فيها. اليوم بنحكي لكم قصتها المؤثرة، وليش القطط الكبيرة بالسن مثل لوسيندا تحتاج مساعدتنا بشكل كبير. قصة لوسيندا بدت بأمل كبير. في سنة 2008 تبنوها من ملجأ نورث شور أنيمالز ليج أمريكا في بورت واشنطن نيويورك. عاشت 16 سنة جميلة مع صاحبتها الغالية، بس لما المرض جاء كل شي تغير. المصيبة مو بس إنها خسرت صاحبتها، لا، الأسوأ إنهم تركوها في نفس البيت اللي عاشت فيه طول عمرها، وما في أحد يواسيها غير جارة طيبة كانت تطعمها. 8 شهور طويلة لوسيندا عاشت في عزلة وحيرة. تخيلوا معي، خطوات صاحبتها المألوفة ما رجعت أبداً. الروتين اليومي اللي كانت تعرفه راح، وهي محتارة وش صار لصاحبتها. هذه 8 شهور من العزلة خلت لوسيندا مكتئبة بشكل رهيب. لما رجعوها للملجأ في شهر ديسمبر، المكان اللي من المفروض يكون آمن، ما حست فيه بالأمان. بالعكس، حست إن كل شيء مختلف ومخيف. دوري تشيفات شاني، مديرة سلوك القطط في الملجأ، قالت إن لوسيندا صارت عصبية جداً، منزعجة وخايفة من كل شيء من يوم ما وصلت للملجأ. وهذا الشيء مو غريب أبداً. القطط الكبيرة بالسن في الملاجئ تواجه تحديات صعبة ما تمر فيها القطط الصغيرة. اللي يخلي وضع لوسيندا صعب مو بس تغيير المكان، لا، المشكلة إن القطط المسنة تتعامل مع الصدمات بطريقة مختلفة عن القطط الصغيرة. القطط المسنة تعتمد على الروتين اليومي، ولما هذا الروتين يصير غير متوقع في بيئة الملجأ يسبب لها ضغط نفسي رهيب يأثر على صحتها الجسدية والنفسية. الدراسات تقول إن متلازمة الخلل الإدراكي عند القطط تصيب أكثر من 55% من القطط اللي عمرها من 11 ل 15 سنة، وتوصل ل 85% عند القطط اللي عمرها أكبر من 16 سنة. هذا المرض يسبب ارتباك، توهان، وتغييرات في التفاعل الاجتماعي، فتبين القطة كأنها باردة أو غير ودودة. بالنسبة للوسيندا وهي عمرها 16 سنة، خسارة صاحبتها مع بيئة الملجأ المخيفة خلقوا عاصفة مثالية من التوتر والقلق. القطط الكبيرة غالباً تظهر تصرفات ممكن نفهمها غلط على إنها عدوانية أو غير سعيدة، مثل العصبية الزايدة، الانعزال عن التفاعل الاجتماعي، أو تغييرات في روتينها المعتاد. لكن في الحقيقة هذه التصرفات عادة تدل على مشاكل صحية أو تحديات مرتبطة بالعمر مو أكثر. لما القطط تصير متوترة وخايفة، عادة توقف عن الأكل، تصير أقل تفاعل. بيئة الملجأ تزيد هذه المشاكل. لما القطط تكون منحنية في صناديقها، ما تتفاعل ولا تطالع الناس في عيونهم، عادة يقولون عنها إنها مكتئبة. علامات التوتر الثانية تشمل عدم الأكل، قلة الحركة، الاستفراغ، عدم تنظيف نفسها، العدوانية، ومشاكل في استخدام صندوق الرمل. من الصعب تلقى ناس مستعدين يتبنون قطة، ممكن تحتاج رعاية طبية غالية وصبر كبير. بس هنا قصة لوسيندا تاخذ منحى إيجابي. الفريق في الملجأ وفر لها مكان هادي في قسم الرعاية طويلة الأمد، حيث قدرت ترجع للحياة الاجتماعية بالتدريج، لكن على راحتها وبشروطها. الوقت هو أثمن أداة عندهم للقطط التعبانة نفسياً، وبإعطاء لوسيندا الوقت اللي تحتاجه سمحوا لها إنها تكشف لهم وش تحتاجه بالضبط في بيتها الجديد والدائم. لإحصائيات محزنة، أكثر من 50% من الحيوانات في الملاجئ بيتم قتلها بالحقنة. ولو تكلمنا عن حيوان عمره أكثر من 3 سنوات، النسبة تكون أعلى. القطط المسنة بالذات يصعب عليها تلقى بيوت، لأنه الناس اللي يبون يتبنون عادة يدورون على حيوانات صغيرة عندها مشاكل صحية أقل. وقبل ما نختم، في كلام مهم جدا لازم نقوله. قصة لوسيندا تذكرنا بمسؤولية كبيرة، مسؤولية كل واحد فينا لازم يفهمها قبل ما يقرر يتبنى حيوان أليف. للأسف في ناس كثير يتبنون قطط وهم متحمسين،
لكن بعد فترة لما يواجهون أول تحدي أو أول مشكلة يرمون القطة في الشارع أو يرجعونها للملجأ بدون ما يفكرون في المعاناة اللي بيسببونها. تبني قطة مو لعبة ومو موضة تمشي عليها فترة وتتركها. لما تقرر تتبنى قطة أنت تاخذ قرار يستمر من 10 ل20 سنة، أحياناً أكثر. هذا التزام حقيقي، مسؤولية كاملة عن روح حية تحس وتتألم وتفرح. القطة اللي تتبناها بتعتمد عليك في كل شيء: الأكل، الشرب، الرعاية الصحية، الحب، الأمان. هي ما تقدر تدافع عن نفسها، ما تقدر تلاقي أكل لحالها في الشوارع، وما تستاهل إنها تعيش في خوف وجوع بسبب إنك ما كنت مستعد للمسؤولية. لما ترمي قطة في الشارع أنت مو بس تتخلى عن حيوان، أنت تحطها في خطر حقيقي. القطط البيتية ما تعرف كيف تصطاد، ما تعرف كيف تحمي نفسها من الأمراض، من السيارات، من الحيوانات المفترسة الثانية، ومن قسوة الطقس. أغلبها تموت جوع أو عطش أو حوادث خلال أسابيع قليلة. والقطط اللي ترجعها للملجأ بعد سنوات من العيشة معاك زي لوسيندا بالضبط تعاني من صدمة نفسية رهيبة. تخيل إنك تعيش في بيت 16 سنة وفجأة تلاقي نفسك في مكان غريب بين ناس ما تعرفهم، وما تفهم ليش صاحبك اللي كنت تثق فيه تخلى عنك. عشان كذا قبل ما تتبنى اسأل نفسك هذه الأسئلة بصدق: هل أنا مستعد مادياً؟ القطط تحتاج أكل، رمل، ألعاب، وزيارات دورية للبيطري اللي ممكن تكلف، خصوصاً لو مرضت. هل أنا مستعد نفسياً؟ القطط تحتاج اهتمام يومي، وقت، صبر وحب، حتى لو كنت تعبان أو مشغول. هل أنا ملتزم على المدى الطويل؟ لو بتتزوج، لو بتسافر، لو بتنتقل لبيت جديد، لو جاك أطفال، هل القطة بتبقى جزء من حياتك؟ هل عائلتي موافقة؟ ما تتبنى قطة إذا أهلك مو راضين، لأن هذا بينتهي بمعاناة القطة. الرحمة الحقيقية مو إنك تاخذ قطة وتتخلى عنها بعدين. الرحمة الحقيقية إنك تكون صادق مع نفسك من البداية. ولو صارت لك ظروف قاهرة حقيقية وما قدرت تكمل، ابحث عن حلول مسؤولة. كلم الملاجئ، دور على متبني جديد بنفسك، اتصل بجمعيات الرفق بالحيوان. لكن أبداً أبداً ما ترميها في الشارع. الرمي في الشارع جريمة أخلاقية، وفي كثير من الدول جريمة قانونية. كونوا أفضل من كذا. كونوا الناس اللي يفهمون إن الحيوانات الأليفة أمانة مو ملكية، أمانة ربنا حاسبنا عليها. لوسيندا وآلاف القطط الثانية ينتظرون أبطال حقيقيين، مو ناس بيتخلون عنهم أول ما تصير مشكلة. فلو ما أنت مستعد تكون هذا البطل، خلي الفرصة لغيرك. ومن الآخر، التبني مسؤولية مدى الحياة. يا تلتزم صح، يا تسيب الموضوع من أساسه. ما في خيار ثالث.